في تل العمارنة عام 1911 ظهر أول خيط في لغز غامض، بعثة ألمانية تعثر على تمثال داخل أحد المنازل، لكنه بلا قاعدة، وبالقرب منه وجدت قاعدة حجرية مجهولة الهوية. قبل أن نواصل هذه القصة، إن كنت مهتما بالتاريخ المصري القديم فاضغط متابعة الآن. وجودك معنا هو ما يمنح هذه الحكايات حياة جديدة. ولا تنسى الإعجاب والتعليق والمشاركة، فدعمك يصنع فارقا كبيرا. والآن نعود إلى اللغز. بعد 2 فقط ظهرت القطعة التي أنهت الحيرة. آثار القدمين على القاعدة طابقة تماما قدمي إخناتون، فهي نفس الشكل ونفس المادة. وهكذا ثبت أن التمثال والقاعدة كانا قطعة واحدة منذ البداية. في هذا المشهد يقف إخناتون حاملا مائدة قرابين للإله آتون إله الشمس. ملامحه هنا تبدو أكثر هدوءا وأقرب إلى الطبيعة، ومع ذلك تبقى سماته المميزة واضحة: الوجه المستطيل، الحوض الواسع، امتلاء الفخذين وبروز البطن، وفي مقدمة التاج فجوة صغيرة كانت تثبت فيها الكوبرا الملكية، لكن الكوبرا فقدت أو ربما سرقت. يرتدي إخناتون مئزرا قصيرا مزخرفا يثبته حزام حول الخصر، ويحمل بيديه مائدة قرابين تتزين بالطعام وزهور اللوتس، ومن الخلف ترتفع دعامة حجرية تدعم جسده. الجسد في هذا التمثال أقل تشوها من المعتاد، وهذا يشير إلى أنه يعود إلى أواخر عصر العمارنة. ومع ذلك ما تزال سمات ذلك العصر واضحة: الفخذان العريضان، الجمجمة المستطيلة، والجسد ذو الملامح الأنثوية. وتظهر هنا تفصيلة لافتة: فالملك يقف وقدماه متجاورتان، وهي وضعية تستخدم عادة لتصوير النساء، كما يظهر بلون أصفر شاحب وهو اللون المخصص لنساء مصر القديمة. ويرتدي نعلين. صنع التمثال من الحجر الجيري الملون، أما القاعدة فمن الألاباستر، وعثر عليه كاملا داخل أحد منازل تل العمارنة. وينتمي إلى الدولة الحديثة، الأسرة 18 في عهد الملك إخناتون. ارتفاعه 35 سنتيمترا فقط، لكن حكايته أعمق وأكبر من حجمه. إنها قصة ملك حاول أن يغير